بيقول لك بقى ايه؟ نديكي هديه؟ طب نديكي هديه ايه؟ ممكن اديكي باكيت مناديل كبيره من كميه الادويه هتعيطي النهارده علشان خاطر اللي هو ايه؟ اللي هو زي انت كل ما تفتكري تقولي ايه؟ دي انا ولا ايه؟ لا يعني انا ما اعرفش، بس هو كل واحد عارف نفسه يعني. بصي يا قلب ابوكي، اولا احنا قلنا مليون مره ماما هتربعن قبل ما تربعن يعني حست كده ان الدنيا ابتدت تقل خالص، تطلع على دكتور النساء تقول له انا لو حملت هكسر لك العياده، هتحرق هنا عندك، هجيب لك العيال تتبناه، هكتبه باسمك، هلبسك مصيبه واقول انت السبب، ماليش دعوه. عارفه انت كده يقولوا له؟ فيعني اللي هو ايه؟ اللي هو ولو انت ما عملتيش الليله دي ورحت وعملت الكلام ده يبقى تستاهل اللي هيتعمل فيك، كفايه الالف اللي هتعيش عليهم دلوقتي. شيوسكا معايا واحده صاحبتنا، مش هقول لك انها من العبور، المهم انا قايلها ايه؟ تعملي حساب، تاخدي احتياطاتك وجوزك ياخد احتياطاته علشان خاطر انا مش عايز مجانين. قالت لي عيب يا دكتور، انا واخده كل حاجه، ده انا زي الفل، ده انا 100 عارفه اللي هو زي ما بتتكلمي دلوقتي ايه؟ وانت بتردي بصوت عالي قوي، بس انا عملت كل حاجه. فخير الله ما جرى خير، هو هتجيبي حد هنا عشان خاطر يعني هو في ولا هجيب اسامي ولا هقول اي حاجه خالص ولا هتبقى مجزره دلوقتي. فالمهم خير الله ما جعله خير، معديه من عليا كده وهي بتكشف اخر مره على البنت الصغيره تاخد التطعيم، فانا خلصتها ولا ايه؟ في نفس المنظر برضه كنت تاخد التطعيم ولا ايه؟ هو انت خلصانه كده ليه؟ تكونيش حامل. فتيتا كانت موجوده بتقول لي يا لهوي حامل مين؟ ان شاء الله انت ان شاء الله. راحوا وراحوا ايه؟ وراحوا طالعين بره وما جري. عدى شهر ونص، لقيتهم جايين عندي امبارح، داخله لي من الباب تقول لي هاتوهولي، انت عرفت ازاي ان انا كنت حامل؟ بصيت كده وقلت لها ايه؟ قالت لي شهر. يعني هو ببساطه جدا اليوم اللي انا كنت عندك فيه شكلها كده كان هو اليوم. قلت لها بصي هو انا وشي حلو على ناس كتيره، وانا قلتها قبل كده بس كان في فيديو سريع كده برضه، مرات واحد صاحبي معديه من جنبي بتقول لي انا تعبانه، انا جنبي، انا بصور، اديني دقيقتين. هسمع حاضر. وراحت ايه؟ تمام. وايه؟ واول ما دخلت وقعدت اصل انا تعبانه، فبيقول لي اصل انا عندها مغص وبتاع وشكلها نازله معويه. قلت له نازله معويه؟ يا خوفي لا تكون حامل. فراح قال ايه؟ يا عم وانا بدخل البيت يا عم انت هتهزر ولا ايه؟ هو قال الكلمتين وراحوا مروحين. عدى شهر 2 3 البنت ساكته مفيش اي حاجه خالص، فجاه لو بطنها بتعلى فراح وهي تعبانه وهبوط بزياده. ايه اللي حصل؟ راح واخدها على دكتور البطنه وهم ماشيين فاكرين عجلها الكبد وعندها مشكله. اول ما دخلت الراجل بيقولوا له الحقنا المدام تعبانه، اول ما حط بتاع المدام حامل. بص راح تعمل ازاي؟ منك لله يعني يا صاحبي. بعد ما ولدت داخله لي بالبيت كده تقول لي ايه؟ دي غلطتك. قلت لها انا مالي ياما ما جوزك عندك. انت ما كملتش، انا ما كنتش اعرف يعني. عدت الليله دي كلها واول ما دخلت عليا العيله الصغيره تقول لي انت السبب، انت اللي عملت، خد تعالى اقعد بيها بقى انا ماليش دعوه. والراجل يقول لي ايه؟ ايه اللي انت عملت فيها ده؟ انت هتهزر ولا ايه؟ في ايه يا عم انا شفتكم بقالي سنه. قال لي لا ما هو انت فولت في وشها وقلت الف مبروك وفي كذا، وطلعت قد كان الحمل الثلاث شهور الاولانيين ما كانتش تعرف. في الرابع الخامس ابتدت بطنها تظهر للتاني بطنه وخلصت. يعني اللي هو ايه؟ اللي هو الف مبروك يا مدام. يعني نراكم بقى ان شاء الله بالنونو الجديد ان شاء الله وتعملي حسابك لحضرتها صناعي. وصباحا انا هخش في شغل انا كدكتور اطفال، مفيش صناعي، وهتجهزي النبل من 8 شهر او 7 شهر وهتتاكدي عليه، ومحدش يقول لك تجيبي شفاط مانوال وتجميع اللبن قبل الولاده والكلام ده كله امر وارد، وفي ستات بيعملوا الكلام ده، يقعدوا يسحبوا بالسرنجه ويسحبوا اللبن اللي هو النقط البسيطه اللي بتطلع في الحامل في الثامن اثناء الحمل ويحطوه في الفريزر لحد ما البيبي بيجي والكلام ده كله. طبعا البنت عامله وضعيه استعداد علشان خاطر من اللي احنا لسه هنقوله. فاحنا ببساطه جدا ده الخازوق بتاع مامه النون الاولانيه والنون الثاني والنون الثالث والف مبروك. وكان لازم الكل يسمع الكلمتين دول عشان خاطر اللي هو ايه؟ اللي هو انا مش بشجعك، بفتح نفسك او بنور لك حاجه او بضحكك في وقت ما انت خدتي الصدمه يعني امك في وشك. فانت هو انا عملت ايه يا جدعان؟ حامل؟ ده انا لسه مغير، ده انا لسه قاعد في محفظه البيت حامل. طب انا هرد ازاي؟ حامل؟ طب الراجل يا ولاد، طب والمصيف اللي انا كنت عامله في الشهر اللي جاي اللي انا كنت عامله يا نهار ابيض، طب والعمره، طب هو كده مش هعرف اتحرك يا نهار ابيض، طب وحته الدهب، ده الدهب غلي، طب هو انا لسه هرجع تاني، طب ماشي ايوه يا ماما
شوفي لي الهدوم اللي انا كنت هديها لك عشان تديها لبنت خالة فلانه اللي كانت لسه هتتجوز، والثانيه اللي طلعنا معاها الهدوم، ارجعي بقى تاني عيدي حساباتك وجمعيهم وهاتي كيس صغيره ودبسي وقولي دي بتاعت اول نونو وتاني نونو، والحقيقه اقول لابو العيال معلش يا حبيبي ابتدي جمع علب محفظات من دلوقتي، وتعالى اما نشوف فلانه اللي هنا في الفيلا اللي بتبيع الحاجات دي السكات، فاحنا عايزين نجمع، وابتدي نشوف مثلا اصحابك من اول وجديد، وابتدي تظبط من دلوقتي، ويلا ربنا يعينك. هترضعي على حسب صحتك. ما تهزرش، مفيش حاجه اسمها مفيش صحه. المفروض نبتدي من دلوقتي، يعني هو في شويه حاجات كده. انا كده كان في شهرين، انا لسه عارفه طلع شهرين. وهتعديهم على خير ان شاء الله، وهتجيب بنت احلى منها كمان. المهم يعني، ولكن في نقطه صغيره. هو شكل البنت يعني هو الثانيه برضه لما انا بتكلم معاها بقول لها انت حامل في كذا، قالت لي عرفت ازاي؟ ده الكل بيقول لي نفس الكلام. فهو ما اعرفش، هو اللي تطلع اول طلعه كده وبعدين نقعد بقى ندور لها على اسم، تقوليش انا اللي اول عيال. فان شاء الله ربنا يرضيكم فيه. ثم الف سلامه. بيقول لك ابتدي من دلوقتي، خدي بالك من صحتك، بمعنى 5 سلمات يطلعوا زياده، تقولي لي الصحه تعبانه، هقول لك اضغطي على الصحه وهي تعبانه دلوقتي، فيبقى نفس التعب بس مع 5 سلمات. بعد شهر مع 10 سلمات والصحه لسه تعبانه، مع 10 سلمات والصحه لسه تعبانه، ليه حدتي؟ مع 50 سلمه وهو نفس التعب بس بتطلعيهم زي الفل. فابتدي تارجت من دلوقتي الكلام ده كله، ما تحاوليش ان انت تدي لنفسك فرصه في فكره ان انا ما ينفعش ما اتحركش. انا اعرف ناس معرفه شخصيه، مدربه جيم، وواحده ثانيه مدربه زومبا، والثالثه بتاعت حديد، والرابعه استنى ما اقولها لك محكم دولي كاراتيه. ونفس الشكل ونفس البنيه ونفس الشكوى ونفس التعب ونفس الزوج ونفس المرمطه ونفس الليله ونفس الحمل التاني. لما كل واحده تدخل بره عليها الكلمتين دول بربي زبون بعد كده. شفت انت اللي بيضرب، شفت انت اللي هو بيقول ايه؟ والله تعب جدا. حضرتك انت مش واخده بالك، ما هي قالت منك لله هاني عصام، ما هو احنا هي ما كملتش الكماله، ما احنا كان عندنا برضه يعني اللي هو ايه، هي قطعت عليا فتعوز تجيبك يعني. فعندها 30 ونص لسه مريم دلوقتي مخلصه علينا كلنا برضه، ولابسه نفس البرد بتاع بنتي. ففكره ان انت هتظبطي التعب بتاعك اللي هو ما بيخلصش، بس بتزودي احتماليه جسمك او درجه الاحتمال بتاعته للي بعد كده، فانت بتحاولي تحافظي لما التعب يجيلك جسمك متعود على تحمل حاجه اشد. ليه؟ عشان هشاشه العظام، عشان الدوره الدمويه، عشان الجلطات، عشان شعرك، عشان سنانك، عشان طاقات عظمك، عشان التورمات اللي بتيجي في المفاصل، عشان خاطر لما تيجي تاخدي بنت، عشان خاطر في حوار تاني كمان بس دي يعني اللي هو ايه ممكن ما تنفعش معاكي، اللي هو بيسموها ايه؟ اللي هو الولاده الطبيعي بعد الولاده القيصري. في دكاتره بتجرؤ انها تعمل الحركه دي، وده حاجه علميه موجوده دلوقتي، بس بيدوا لنفسهم من 3 ل 5 سنين بعد كده. انت لسه ما كملتيش 6 شهور ولا 7 شهور، ده احنا لسه ما غيرناش، ده احنا كل ما قاعدين دلوقتي نقول هو انت دهنتي كريم عندها من ورا ولا لسه؟ ده احنا لسه هنقول هندخلنا لحمه ولا لسه؟ يا لهوي. هي اكلت. ماشي، بس احنا عايزين ندخل لحم لامها، لان امها شكلها غلبانه اصلا ما بتاكلش. ما ينفعش في ثالث شهر تعملي حسابك تاكلي وتنزلي تتمشي، وكل يوم انزل ابقى اشوفك في البلازا هنا مره والاقيك المره الثانيه ماشيه جنبات الشرقيه، ولو ما شفتكيش بتنزلي الليله دي انا الفيديو اهو هنادي على ابو العيال واقول يا ابو العيال. كل واحد عارفه يعني اللي هو ايه، هيطلعوا صوتك وهو هيعرف الجديد. صلى على النبي. 4 كلمات او 3 كلمات. صحتك اللي انا قاعد عمال اقول لك فيها الليله دي، لو هتساعد تقدري ترضعي لحد ما ترضعي الاثنين مع بعض، ودي اسمها التاندم فيدنج. التاندم يعني ايه؟ يعني الاثنين مع بعض. الكبير بيسموها كده، اللبن دلوقتي بيبتدي مره بسنه صغيره او يقل سنه صغيره بالنسبه للنونو، اللي المفروض ان هو دلوقتي بياكل كل حاجه، فبالتالي هتاخد من وجبتين ل3 دلوقتي باي اكل موجود عندكم في البيت من غير ملح وسكر وعسل. حلو؟ طيب يبقى دي ايه؟ دي اول علقه. الثانيه اللي جوه هياخد رزقه من فيتاميناتك واكلك وشربك والحاجه بتاعتك، فيا ريت ما ياخدش من مخزونك اللي هو ريت صفر بتاع شعرك وعظمك. انت تزعلي. هزعلي، واللي بيبص دلوقتي ما انت مش هتقعد لك 20 سنه تصلحي فيه، 20 سنه حرفيا. فانا يعني انا بخوفك عشان تسمع كلامي. ماشي؟ والا برضه هطلع على الليفل الان في دلوقتي وهنعلي الليله. اسكت يا لساني. ثانيه، لو العيل بيقول لي كده اللبن هيبتدي يقل سنه صغيره بس لسه موجود لحد ما تبتدي قربت على الولاده، لو ما عندكيش انقباضات تزود احتماليه الاجهاض يبقى مش يبقى هنكمل. ولا اي حاجه، لا خالص. احنا هنقعد نجرب الليله، ما هو الاجهاض برضه له علامات.
صور مش زي بعضيها، فهي الليله هو بيعمل استباق، يعني انا ما عنديش استباق، احنا بره مفيش استباق. بره لما تيجي تكلمي واحده من الكويت ولا واحده من انجلترا ولا بتاعت المانيا بيربطوها، انت بتنزلي تتمشي وتجري دلوقتي وهتيجي الوليد الطبيعي. الا من رحم ربي واحده في المليون، لكن احنا هنا واحده في المليون اللي بتولد الطبيعي وبنعمل لها هنا مقام. ده انا بعد اصورها كده ولا لا انت بجد يا بنتي طريقتك كويسه، طب الحاله بتاعتك لازم تدرس. خش على اللي بعدين. اللبن يبتدي يقل بس مكمل، فانت محافظه عليه باكلك وشربك وصحتك وعلى قد ما تظبطي. وبعدين انت من ثالث شهر اصلا يعني اللي هو ايه احنا هنيجي ندور عليك هنلاقيك تحت حاجه. المهم يعني وصلنا الثامن التاسع هيبتدي اللبن يطلع يزيد سنه صغيره عند الولاده. المكنه الكبيره اللي هو البنت هي اللي ضمنت باذن الله انها تطلع حلمه وتجيب لبن لاخوها او اختها. فاحنا كده ضمننا بان ثلاث حاجات: ليفل الغيره قل، ليفل تظبيط اللبن هيتظبط، ليفل معدل اللبن، ليفل احتقان اللبن لو حصل لي كمان في اول اسبوع في عندي العفريت هيسحبه. خدت بالك من الليله دي؟ طيب خشي بقى انت معاكي 3 اللي هو معاكي الترايمستر الاولاني اللي هو 3 شهور الاولانيين، فيقول لك انت صحتك في النازل مهمده ملخبطه، فالبنت مش هتحاول ان انت تشيليها من وقت للتاني، ولو جت اعراض التسمين بالنسبه لها الستان والفلسطين وسوائل. اعراض التسمين لسه ما شفتيش اعراض التسمين اللي هي تقرب منك وتروح من ديك البوكس وتروح تشيل من شعرك وبعدين تجيب من خدودك والكلام ده كله، فدي اللي هو 3 شهور الاولاني عامه لقيت اعراض تسمين. فلو حصل حاجه احنا قلنا ستان وفلسطين واسمه ده وممكن نديك لينتر كمان هيهدي ويظبط معاه في اعراض التسمين. خلاص؟ والسوائل وحلول الجفاف والخروج واي حد بقى وخدت ربنا يديها الصحه يعني احنا هنرفع لها الايفون 13 11 ده 13 وال 13 ب 32000 ماشي؟ هظبط لك الدنيا ماشي؟ بس انت مش واخده بالك هتبقى بيبي ستة وناني هتضربك معاك، ولو اتحركت كده ولا ايه هبلغ عنها انها اتسرقت الموبايل والموبايل تعمل لك الكلاود بتاعك انت، لو حصل حاجه في الاول في تقول لك اجيب انا يا اخي امي نايم تعالى الكلاود كده اللي بعده. فانا الفيديو ده هيكسر الدنيا. ايدك وجعتك؟ ماشي تمام، انا وراك لحد ما تقولي ايدي وجعتك. ايه اللي بعده؟ يبقى احنا دلوقتي قلنا 3 شهور الاولانيين انت هتحاولي بس عشان صحتك هتبقى في النازل سنه. في النص حاول ان انت تتناسي كلمه ان انا تعبانه. انا عارف ان مفيش واحده بتقول انا تعبانه وبتقع، هي بتقول انا تعبانه وبتقوم، بس هي الفكره بتقوم وبتنظف وبتظبط وبتشوف مصالح الراجل ومصالحها مصالح العيال وتودي مدارس، حتى لو انت بنتك 7 شهور هتوديها مدارس برضه زي ما اعرفش، بس برضه عندكم الكلام ده. انا مضطر اعدي يعني اللي هو ايه انا عايز اعيش حاجه المهم يعني. ولكن في نقطه ان حاولي تزودي مجهود. شوف انا عمال الف وارجع تاني لايه؟ حمض الفوليك ما يتوقفش، الكالسيوم والفيتامين د ما يتوقفوش، الاوميجا ده تربيع عادي، لو ليكي تيتانوس او ليكي مصل انفلونزا روح خديهم، وانك انت بتراقبي وزنك والبول علشان خاطر الضغط والزلال، الحاجات دي اساسيات. واي حد توكسيك ابعد عنه. نصيحه اقفلي الفيسبوك لانه هو بيجيب لي اكتئاب اليومين دول، يعني اللي هو يعمل لها الفريند يا اما اعملي اكونت تاني وخليه اكونت هلس ومحدش يدخل عليه وما تحطيش عليه صوتك وما تضيفيش الاكونتين على بعض عشان خاطر الناس كلها تدخل. هو ده اللي هو اللي الواحد بيلف بيه، اللي هو بيشوف احوال الرعايه ده علشان خاطر كميه الاكتئاب اللي بيجي تبقى طاقه سلبيه هتبقى عندك بتنزل للعيل وتنزل للعيل. طيب انا بتكلم من جميع النواحي. مفيش حاجه اسمها اكل ممنوع، فضروري اكل زي ما انت عايز. عندنا مثلا في اول 3 شهور اللي هو الكبد علشان خاطر الفيتامين أ ومستحضرات الكريمات والكلام ده كله عشان فيها ريتينويد او الكولون، فاحنا بنبعد عنها عشان خاطر التشوهات والكلام ده. الحته الثانيه بقى اللي انا محتاجها من حضرتك كمان اللي هو ايه الحاجات المحفوظه زي التونه والريبه والكلام ده كله، حاولي تقللي منهم والفسيخ، حاولي تقللي منهم قدر الامكان. حلو بألف هنا بس ما تكتريش منهم، يعني ليكي مره مثلا كل اسبوع اسبوعين كل شهر علشان خاطر احنا مش عايزين اي حاجه تخلينا نتزاول ونقول ايه اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. طيب خلصنا الزحمه دي، مش عايز بس الموضوع يبهوأ منا، احنا قلنا كلمتين وقلت اللي هم الطاقه اللي عندي اهداء لاختنا اللي هناك عشان خلصناها. ماشي؟ لو صحتك في النازل الام المغص اللي هنا ما هو في استثقال او حسن في دم نزل او في مشاكل او الدكتور قال لك في حاجه غلط هنفطر. وساعه الفطار يعني هو للاسف انت مش هينفع ان احنا نديكي البرشام اللي بيقلل ده. وانت بمجرد بس ما البنت تبقى جنبك اول ما تيجي تعيط هو بيبقى معانا 3 حاجات، هنجهز لبن الصناعي رقم 2. ما هو مش مشكله هندخل مكانه رايب، هندخل مكانه الزبادي، هندخل مكانه عصاير بس ما نكترش منه، هندخل شوربه، هندخل 5 وجبات. وانواع الصناعي هنقعد نجرب فيه. صناعي ولا لبن اللي هو المراعي؟ لا المراعي والكلام ده كله ممنوع نهائي. ممنوع نهائي اول سنه. يعمل لنا نزيف ولا يعمل لنا التهاب جهاز عظمي ولا يعمل لنا حاله تحمل لاكتوز وتتنفخ ونزعل، بلاش منه.
فاحنا اي لبن اللي هو ايه اللي هو العلب رقم 2. خلاص فاحنا هنوقف الليله دي وهتبقى موجوده مثلا بتاع اسبوع عند ديت. البنت في حضنك وكل حاجه، اول ما تيجي تطلع تروحي اول هتدخل رضاعه تروحي تطلعي الكوبايه اللي هي موجود ونحاول نديها لها شويه. هنتعود تدريجيا مش هيبقى بدرون، هيبقى كوبايه اللي هي موجود ونبتدي نظبط مع البنت، يا اما كوبايه يا اما خالته تمثل انها بتشرب اي حاجه كانها بتشرب نسكافيه والثانيه بتاخد معاها حبه حبه. خلاص بقى فكره انها تمسك البرونه وتعمل كده وتحط رجل على رجل مفيش ده، وانها تستلم امها وتكمل معاها. انا خدت بالي انها ما تخش ده امر واجب. طيب ان احنا بنستسلم للكلام ده مش حلو. خلاص يبقى انا ايه عملت الزحمات دي، فممكن واحنا هناك عندهم يومين ثلاثه البنت الصغيره كل ما تيجي تعيط تاخديها في حضنك، اول ما تيجي تطلب رضاعه او تنفس والكلام ده تعملي اسئله اللي هو ايه مش طايقه نفسك ولا فاتحه لي لابسه الكلام ده كله مفيش، كله مقفول عشان لما تيجي مش هيبقى غلط على مناعتها بعد كده. اكيد صح. هقول لك حاجه صغيره، هو انت الحمل كان بايدك بس، فاللي هو هي فيه دلوقتي مش بايدك، فاللي رزقك بده هيصرف في ده. تاني اقنعتك سنه ولا هي الليله ان احنا بناخد بالاسباب، احنا الاسباب بالنسبه لنا ايه؟ خلي ما تبصهاش من بقها، انا عندي باب ما اعرفش منها، اسمها ديت قاعدين في قعده والكلام ده كله ما يبقاش في زحمه واخد البنت معايا. والحليب اللي هو الصناعي ده هيكون بقى بالليل بس ولا انا معايا من مرتين لثلاثه في اليوم، لان البنت المفروض انها تاكل من 3 ل 4 وجبات وعلى حسب ما ياكل. هي ما شاء الله كده. خلاص والله هي تاكل وجبتين او 3. هي بتبقى اكلنا. هعمل لها ما سمعتش علشان خاطر ان قعدت معاك ما تعديش مع حد تاني. ما شاء الله ماشيه. ماشي، ما انا رديت عليك اهو قلت لك ان هي قعدت معاكي. مش قادرة. مش قادره؟ لسه كملي يا ريس. صوت التليفون بتاعي مش قادره فيك؟ لا أنا زمان. مننا. خلاص انا خلصت فاتي الفيديو وبتكلم عليك.